ورحمة الله. اليوم غادي نهضروا في موضوع شعلة فيه العافية، موضوع كيغلي، موضوع درجة الحرارة ديالو 99 درجة مئوية، شعلة فيه العافية. اليوم غنهضروا على خدام الدولة. ملي كنسمع هاد الكلمة ديال خدام الدولة هما دوك الناس اللي كيناضلوا ودوك الناس اللي كيخدموا مساكن علينا 22 ساعة في النهار ما كينعسوش باش يسيروا الشعل العام ويزيدوا بلادنا لقدام، الشعل المحلي. واخا دخلوا لصلب الموضوع. هاد كلاب الدولة ولا خدام الدولة كما تسموا مؤخرا الإخوان، ومن ضمنهم واحد الوالد الرباط اللي خدا 4000 مترو يعني بثمن 350 درهم المتر، يعني بحال قلتي ثمن رمزي، والقائمة من طبيعة الحال طويلة من وراه. فغير حاجة وحدة، بزاف ديال الإخوان كيبانوا في الفيسبوك نوضين ضجة، لا بن كيران خصو يدار ما خصو يدار، شكون اللي خصو يحاسبو، بن كيران الحكومة باش نفرقوا. بن كيران والناس اللي معاو الوزراء هما سلطة منتخبة من طرفنا الشعب. اما بحال هذاك الوالي وداك العمال فهما سلطة معينة، يعني اللي عينو هو اللي خاصو يحاسبو. شكون اللي كيعين الولاة والعمال؟ الملك. فملي كنشوفوهم كيجيو بالجلالب وكيتحناو وكيعطيوهم بحال هاد الناس، هاكتا سير شي طنطان، هاكتا سير شي اكادير، هاكتا سير الرباط، فخاصو يكتب لهم هذا الكتاب. ماشي تمشي خذ لك تما 4000 متر ب 7000 ولا سير هنا خذ لك 5000 متر ب 6000. كيقول لك هذا الكتاب سيروا خدموا، سيروا حسوا بالمواطن، ماشي سيروا تفجوا ليا. خاصكم تعرفوا الاخوان الاقامه اللي كتعطى الولاة والعمال راه كيسكنوا في قصور عباد الله، راه قسما بالله تا قصور. انا نعطي دايري من راسي بعدا المدينه ساكن فيها انايا، العامل دابا اللي معين جديد عندنا ساكن في قصر، والله الا في قصر، والطوموبيلات وعليه العساب المخازنيه ويزيدوا من الفوق يقولوا لي غنحسبوا لك 4000 متر ب 7000 ريال. هادو ما خدام الدوله، تروا الفيروس ديال الدوله هادو. ما كتدخلش هاد الهضره للعقل الاخوان. فلا كانوا ولاة العمال هما سلطه معينه، فما كاينش شي واحد اللي يقدر يتحكم فيهم، هو الملك. الا داكشي لا كان بمباركه من الملك وموافقه. فلا كانوا بحال دوك الاراضي ولاو حقا غير اراضي وحنا فوتناها ليه ما فوتناها ليه، وكتعتبروها نتوما غنائم وتقسموها بالعدل، الشعب كامل يستافد. هاد الشيء اصلا الا كنتو نتوما كتقصدوا بالدوله، حنا الشعب، نتوما واش الدوله كتقصدوا بها الشعب، كتقصدوا بها الوطن، ولا كتقصدوا بها دوك الخنازير ولا هذوك الناس المحسوبين على البلاط؟ الله يرحم الوالدين. الا كان الدوله كتقصدوا بها الشعب، فهذاك العسكري اللي هاز لك لاطا تحت من درجه ديال الحراره ديال 50 52 خاصو يكون هو السيبرفيزور ديال الدوله. جيبش لي انا واحد عاطيه بيرو فيه 3 كيلومتر 12 كليمه مريحه كيسينيك، لا داك من خدام الدوله ولا خاصو يتكافئ. شفنا الحيطي مثلا ملي دار ديك الفضيحه ديال السيره الازبال الى اخره، ضجه في المغرب، عاد داك استعراض بن كيران وبغى يحيدها من الحكومه ديالو الى اخره. مزيان هذاك الشيء، حيت داك الشيء هذيك محسوبه على بن كيران، هذيك مثلا اول واحد خاصو ينضر هو بن كيران داخل في الحكومه ديالو. اما واحد داخل معين عباد الله، يعني سلطه معينه من طرف الملك، فخاصنا الملك هو اللي ينوض ويهضر ويتحقق في هذه المسائل، ولا يعطي الاوامر للجهات المختصه ولا الجهات المعنيه اللي كتحقق في هذا الشيء. الشعب ساكت، الشعب كيضيع عباد الله، الشعب كيضيع. ما كيقول لك لا الدوله ما الدوله وخدام الدوله. ماني خدام الدوله، حنا واش هما عشرات الدوله، حنا كلاب الدوله، اش عندنا خدام الدوله كنخدموا. بالعكس الشعب هو اكثر اناس يعني اللي اوفياء وخدام لهاد الدوله، حيت حنا اللي كنبقاو كنغوتو كندو باش نزيدوا بلادنا لقدام. اما بحال هادوك ما عمرهم باش يخرجوا بشي تصريح ولا كيخرجوا كنزيدوا بلادنا لقدام، لا. هذيك لغه الخشب وطي صافي ودوز. وثاني حاجه باش ينسيو السياسه اللاعينه ديال الدوله عندنا كي دايره باش تغطى الضجه خدام الدوله الى اخره وتخلق شي حاجه اخرى في فيسبوك. سيطروا البارح اش كانوا جايبين في دوزام، جايبين شيخه تسونامي كتغني باش وريحينا في لي باج باش نتوما تنوضوا الناس ديال الفيسبوك تقولوا شيخه تسونامي جابوها في دوزام، قناه العور، قناه الدعاره، الله ماذا منكر. ها الموضوع تسل مره مرور الكرام، فما نتغابوش الاخوان. بالنسبه لهذا الموضوع هذا فهو موضوع خطير، وما خفيه كان اعظم. هادشي يلاه تبان لنا شويه من دوك الناس المسؤولين ودوك الناس يعني ديال المخزن اللي بان لنا شويه. كنتمنى تفاعلوا معايا، وغير سؤال واحد،
سؤال واحد غادي نطرحوه بغيكم تبارطاجيو معكم كاملين بين صحابكم باش يوصل. الحكومه بباب كيران ولا اي حكومه غتجي فهي سلطه منتخبه، حنا الشعب اللي نقدروا نحدوها في صناديق الاقتراع ملي كنمشيو نصوتوا دونك عندنا الحق نوضوا نحاسبوها، هذه مشات. ولكن الولاد والعمال اللي هما سلطه معينه خاص اللي يعينهم هو اللي يحاسبهم، واش كيتحاسبوا بالفعل ولا ما كيتحاسبوش؟ حيت بالفعل ما كانوش كيتحاسبوا الاخوان واش غنقول لكم؟ لان الله صافي. كنتمناو تفاعلوا مع الفيديو، كان هذا الراي ديالي في موضوع خدام الدوله، كنتمنى يعجبكم، كنتمنى يكون هضرتي هي لسانكم باش توصلوا المعاناه ديالكم وتوصلوا الافكار ديالكم. خليت لكم الراحه، السلام عليكم ورحمه الله.